عايز اقول لكم تطبيق يلا باي بيعمل عظمه. انا ما كنتش ناوي اتكلم تاني على يلا باي، بس بصراحه التطبيق الاخير ده حل مشاكل كتير جدا زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو ده. وزي ما عودتكم هنا على القناه لازم بتكلم على المميزات والعيوب بمنتهى الامانه. الحديث ده يعني تقريبا فيزا يلا باي بقى فيها مميزات ما بقتش موجودة في أي فيزا بنكية تانية في مصر، حتى لو بطاقة خصم مباشر. يا ريت تشاركونا بتجربتكم على التطبيق ده. لو في أي حاجة نسيت أقولها في الفيديو اكتبوا لي كومنت إيه التحديث اللي أنتوا شايفينه جديد. ما تنساش في بداية الفيديو تعمل لنا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نعرف كل التحديثات لكن بعد الانترو. في بداية الفيديو عايز اقولك انك ما ينفعش تشوف الفيديو ده قبل ما تشوف الفيديوهين اللي هتلاقوهم ظاهرين قدامكم على الشاشة، لان واحد بيشرح طريقة التسجيل وواحد بيشرح الخواص القديمة بتاعة التطبيق. فادخل بص على الفيديوهات دي بعد ما تشوف الفيديو ده، ضروري جدا عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. بصراحة اول حاجة لفتت نظري ان انا اول ما جيت التطبيق لقيت شكله اتغير تماما وبقى منظم اكتر. الحاجة التانية اللي لفتت نظري اما جيت هنا ضغطت على يلا فلوس لقيت شكل البطاقة هنا اتغير، وبقى كمان اقدر اضيف كارت يلا جديد. يعني لو عندك اكتر من كارت يلا تقدر تضيفه، مش محتاج تمسح حاجة وتحط حاجة تانية. الموضوع بقى سهل جدا. وكمان لاحظت ان في هنا تابس يعني زي نوافذ كده اقدر احرك فيهم. فانا لو جيت حركت كده هتلاقوه هنا كارت تلدا. طبعا كارت تلدا مش هقدر استعلم عن رصيده، لكن كارت تلدا انا كنت رابطه بالتطبيق لو تفتكروا في فيديو طريقه شحن فيزا يلا بكارت تلدا. كمان لو جيت حركت التاب الثالثه، ودي بقى بالنسبه لي المعجزه، ان هم حطوا 3 تطبيقات في تطبيق واحد. ان انا دلوقتي بقيت اقدر اضيف كارت ايزي باي واستعلم عن رصيده من خلال تطبيق يلا باي، وكمان اقدر اضيف الفيزا كلاسيك او فيزا جولد تبع البريد المصري هنا في التطبيق بدون اي مشاكل، وهيظهر لي الرصيد بتاعها. طب نوافذ البطاقات دي كلها عباره عن ايه؟ كلها عباره عن بطاقات انا ربطتها بالتطبيق ده قبل كده، وبالتالي كده بطاقه البريد اللي ظاهره لي دي هي بطاقه ايزي باي، والبطاقه الاولى كانت يلا باي وكارت تلدا وفيزا البنك الاهلي اللي اقدر استعلم عن رصيدهم اي كارت تبع البريد يلا باي او ايزي باي. طب ازاي اربط ايزي باي بالتطبيق؟ اضغط هنا على اضافه كارت بريد جديد وبحط 16 رقم الخاص بايزي باي او باي بطاقه بريديه، وبعد كده بحط الاسم المختصر للبطاقه، اي اسم بقى انا عايز اسمي بيه الفيزا بتاعتي. الطريقه الثانيه اللي بربط بيها اي بطاقه بريديه ان انا برجع لواجهه التطبيق وبختار بعد كده يلا فلوس، وبعد كده بختار شحن الرصيد، بعد كده بختار بطاقات البريد المصري، وببتدي بقى احط البيانات واضافه كارت بريد جديد. وانا طبعا ضايف قبل كده زي ما قلت لكم ايزي باي. وبالتالي كده هو بقى 3 تطبيقات في تطبيق واحد، هو بقى تطبيق ايزي باي وتطبيق يلا باي وتطبيق خاص بالبريد المصري عشان الناس اللي اشتكت ان البريد ملوش تطبيق تعرف منه رصيد البطاقه بتاعتها. طب بقى لو جينا رجعنا للصفحه الرئيسيه، ايه بقى المميز واللي زود كمان حاجات؟ لو تفتكروا في فيديو سابق انا قلت لكم انه مبرمجي تطبيق يلا باي وعدوا ان هم هيزودوا كشف الحساب اللي بيبين لك بقى الخصومات والنقص. المشكله الكبيره اللي كانت عند اي حد بيستعمل فيزا يلا باي، ليه الفلوس كانت بتنقص؟ دلوقتي هم عملوا لك كشف حساب للفيزا، ومش بس ايزي باي، ده ممكن كمان لفيزا يلا باي واي بطاقه بريديه رابطها بتطبيق يلا باي. لو جيت هنا ضغطت على البريد المصري، جيت هنا اخترت كشف حساب الكروت البريديه، شايفين هنا ايزي باي ظاهره لي. طبعا انا ما عملتش اي معامله بايزي باي بقالي فتره طويله فما فيش اي حاجه ظاهره لي. لو جيت هنا اخترت بطاقه يلا اللي انا رابطها، جايب لي كل حاجه اتخصمت في ايه وراحت في ايه. هنا مكتوب لي ان في خصم جنيه، وهنا في خصم 100 جنيه 41 قرش، وكل حاجه متأيده ككشف حساب بنكي عشان تعرف الفلوس بتاعتك راحت فين. وزي ما قلت لكم حتى لو رابط فيزا يلا هتقدر تعمل كشف الحساب البنكي بتاعها، بس طبعا مش ظاهر لي خانه الطباعه، بس يكون ان كشف الحساب بتاع المعاملات ظهر، فده هيحل لنا مشكله كبيره جدا. والحاجه الرابعه برضو اللي لفتت نظري ان مفيش حد قبل كده اتكلم على نقاط وين. ونقاط وين دي ان انت ما بتيجي تشتري اي حاجه ببطاقات البريد سواء ايزي باي او يلا باي او الكلام ده كله، المفروض بتظهر لك نقاط بتجيلك بتقدر تحولها لمشتريات في محلات معينه. دلوقتي بقى في خاصيه في التطبيق ده ان انت تستخدم النقاط دي لان انت تحولها بقى لمشتريات في المحلات دي. فلو ضغطت هنا على نقاط وين بيظهر لي هنا النقاط اللي عن 798 نقطه مساوي ل 4 جنيه، فبيقول لي مثلا انت ممكن تستعملها في ايه. اي حد بقى من هواة الشراء ممكن يدور في الحاجات دي، لكن هنا من الاخر كده هتقدر تبدل نقاط وين بتاعه البريد بتاعتك من خلال التطبيق دلوقتي. وفي كمان لسه خدمات هتزيد زي حساب رسوم الشحن وطوابع ال NFT
وتعقب الشحنات. خلينا نرجع على وسائل شحن فيزا يلا بي. في فيديو لو تفتكروا في عيوب انستا باي ان انت ما كنتش تقدر تحول لفيزا يلا بي عن طريق انستا باي. هم فكروا بالطريقه من ناحيه ثانيه، انا مش هقدر اربط البريد واحطه كبنك مدعوم من خلال انستا باي، خلاص انا هخلي الناس تحول لي على حساب بنكي في انستا باي والفلوس تسمع. طيب انا لو جيت هنا عايز اشوف الطريقه دي اعمل ايه؟ اضغط هنا على يلا فلوس واختار هنا على شحن رصيد. في هنا حاجه جديده ظهرت وهي تحويل انستا باي. دلوقتي هنا بيقول لك ان انت لو عايز تحول لانستا باي كل المطلوب منك تختار حساب السي اي بي وتختار رقم الحساب ده وتكتب في خانه المستفيد يلا، وبعد كده تتاكد من بياناتك، وبعد كده تحفظ صوره المعامله زي ما علمتكم في تطبيق انستا باي وتحولها على الايميل ده instapay@yalla.online. وفي خلال من 3 ل 5 ايام المفروض الفلوس هتوصل لك. انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو خاص بالموضوع ده، لكن مش هينفع اعمله لكم في الفيديو ده دلوقتي عشان طبعا الفلوس لسه هتسمع من 3 ل 5 ايام. حاجه كمان اللي لفتت نظري وحلت لنا مشكله كبيره، ان انت زمان اما كنت بتشحن باي طريقه من طرق مثلا البطاقات البنكيه وتيجي هنا محدد لك المبالغ اللي انت تشحن بيها سواء 100 ولا 200 ولا 500، دلوقتي ضافوا الخانه اللي احنا كلنا كنا مستنيينها وهي خانه مبلغ اخر. هنا بتكتب اي مبلغ انت عايزه حتى لو جنيه. لو عايز اشحن بجنيه واحد اقدر اشحن ولحد 10000 جنيه، وبعد كده بحط هنا الرقم السري. طبعا لو مش ضايف بطاقه بضطر هنا اضيف بطاقه جديده واحط بياناتها. بضغط هنا على شراء واستبدال قسائم يلا. هنا بيقول لي المبلغ اللي هيتخصم قد ايه والرسوم قد ايه والمجموع قد ايه، فبضغط هنا على دفع. بعد ما حطيت رقم الاو تي بي اللي وصلني في رساله على الموبايل زي ما انتم شايفين مكتوب لي تمت اضافه الاموال بنجاح، وهو ظهر لي الرصيد في خانه الاستلام دقائق بسيطه وهيسمع في الرصيد الحالي. ونفس الموضوع ده لو جيت اخترت المحفظه الالكترونيه، طبعا حاطط قبل كده رقم محفظه، تقدر تضيف برده رقم محفظه جديده. خلي بالكم بطاقه يلا بي هي البطاقه الوحيده اللي في مصر اللي بتتشحن بالمحفظه الالكترونيه. زمان كان محدد لك المبالغ اللي انت ممكن تعمل بيها ايداع عن طريق المحفظه الالكترونيه، دلوقتي بقى في خانه مبلغ اخر وتقدر تحط لحد 6000 جنيه. طب لو جينا رجعنا هنا وجينا بصينا على حاجه برده سادسه زادت، وهي حاجه اسمها يلا استثمار، اللي انت تقدر تحول الفلوس اللي معاك على يلا بي وتشتري بيها منتجات ذهبيه. يعني مثلا اللي عايز يشتري سبائك الذهب يقدر يشتري من خلال التطبيق ده من خلال شركات مصريه مصرح بيها من مصلحه الدمغه تحت اشراف وزاره التموين. وبالتالي كده انت حققت حاجات كتير جدا في نفس الوقت. صراحه التحديث الجديد يعني انا مش عارف هم ليه استنوا كل ده، ما كانوا ينزلوا على فترات، بس بصراحه هم فاجئونا حاجه كويسه جدا من البريد ان هو يطور نفسه بالشكل ده. متوقع كمان ان في خدمات لسه ما ظهرتش، لكن لحد دلوقتي انا شايف ان ده انجاز كبير جدا. ويا ريت لو في اي حد لاحظ اي حاجه جديده في التطبيق يكتب لي في الكومنتات عشان ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده اكتر. اتمنى في نهايه الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ويا ريت تكتبوا لي ايه الملاحظات اللي انا ما قلتهاش في الفيديو وشفتوها في التطبيق ده. ان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم فيديو طريقه شحن فيزا يلا بي عن طريق انستا باي، وهيكون ان شاء الله حصري لقناتنا. يا ريت ما تنسوناش بدعمكم لايك للفيديو واشتراك في القناه. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.